بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معايا فيديو جديد على القناة. النهاردة هنتكلم على فيديو يعني أحزنني جدا. يعني حتى اللي كان بيتكلم في الفيديو كان في لحظات من الحزن الغامر، يعني بينزف القلب حزنا وأنا بشاهد هذا الفيديو. حبيت أتابعه مع حضراتكم وأعلق عليه. بمخابراته وطيرانه وصواريخه بيعمل كل ده علشان يهدك، ومش عارف للدرجة دي انت تعبهم وحارق اعصابهم. ده انت عمرك ما مسكت بندقية يا ابو حمزة، ولا حتى مسدس صوت، ولا هو صوت الحقيقة اللي قالق منامهم ومخليهم خايفين منك. 3 محاولات تهد جبال الدنيا يا خال وائل، وانت لسه واقف زي السبع في قلب الميدان. اول مرة قصفوا اسرتك كلها وقلت معلش، وفي نفس اليوم طلعت تغطية إخبارية ولكنك فقدت أعز الناس ليك يا أخي، وقلت الحمد لله سابوا لي حمزة. وبعدها قصفوك أنت شخصيا، وكان معك زميلك المصور سامر أبو دقة، ومع ذلك طلعت بإصابتك تودع زميلك سامر أبو دقة الله يرحمه. وامبارح يا خال قتلوا حمزة، وانت يا أبو حمزة واقف تودعه كأنك كل شعب غزة، وكأنك انت نفسك غزة، وغزة هي انت يا دحدوح. انت مين؟ قول لي ايه الفصيل البشري اللي افراده شبهك؟ انت مستحيل تكون زينا، انت اكيد جاي من زمن الصحابة علشان تعلمنا الصبر والثبات. انت بتعمل ايه في زمننا؟ احنا في زمن خنوع وخضوع. انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي تحرجنا يا خال ولا ايه بالظبط؟ احنا الصحافة عندنا تكييف والقلم فيها تحريف، والمعارك الصحفية عندنا عبارة عن انفصال الفنان عن الفنانة. انت ازاي الصحافة عندك هي محاربة جيش بيقود حرب إبادة على شعب أعزل، وانت واقف في وشه وحدك، وسلاحك هي ميكروفونك وكاميرتك، وبعد ده كله ثابت وصلب وواقف في وش المصايب وبتقول معلش يا جبل ما يهزك ريح. خالص العزاء مقدمة من سوهاج قلب الصعيد عن لسان كل راجل صعيدي حر بيقول لك عظم الله أجرك يا أبو حمزة. ولو علينا كنا قلنا لك من يوم 7 أكتوبر خلي عنك يا أبو عمو، أرضك هي أرضي وعرضك هو عرضي. حسبي الله. طبعا الفيديو هو بيشرح ازاي وائل كان عنده صبر وصمود مع انه هو في حزن شديد من وفاة اولاده، وفاة عائلته، وفاة ابنه، واستهدافه واستهداف الجزيرة واستهداف الصحفيين بالتحديد، او يعني استهداف كل شيء بلا جدوى. طبعا ده موضوع محتاج لنا وقفة كبيرة جدا على الموضوع ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديوهات جديدة، وما تنسوش الاشتراك بالقناة والضغط على لايك، وتابعونا عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.